السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اتمنى دايما تكونوا بخير. صباح الخير عليكم او مساء النور حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو دلوقتي. عارف ان الشرح ده جاي متأخر، بس في ناس كانت بتسألني صور الترندات زي اللي ظهروا قدامك ديت بتتعمل ازاي. الموضوع سهل وبسيط ومفيهوش اي تعقيدات، هو مجرد ابلكيشن اسمه جوجل جيميناي. انت بتبعت له صورتك وبعد كده بتبعت له الوصف للصورة اللي انت عاوزها. تمام. طبعا انا بسهل لك الدنيا وهسيب لك كذا وصف لكذا صورة تقدر تستخدمهم في الفيديو ده. خلينا بس الاول نشوف ايه هو الابليكيشن وازاي نحمله وازاي نتعامل عليه ونعمل صورتنا من عليه. اول حاجة احنا هنحتاج نخش على سواء كنت انت اندرويد او اي او اس، فانت هتخش من الاندرويد على على المتجر، او لو انت اي او اس هتخش على ابل ستور. تمام. خلينا مع بعض نخش على ابل ستور ونسيرش ونكتب جيميناي. زي ما انت شايف كده هو الابليكيشن ده هو الابليكيشن ده موجود على الاندرويد وعلى الاي او اس بنفس الصورة. انا هنا بس الابليكيشن محتاج مني ابديت، فانا هعمل ابديت. لو انت محتاج برضو ابديت اعمل له ابديت عشان يبقى معاك اخر فيرجن منه، ويكون نازل فيه الموديل اللي هو اسمه نانو بنانو. تمام. هنستنى الابليكيشن يحمل وبعد كده هنفتح. لو انت مش محمله حمله، الابليكيشن صغير. وبعد كده نبتدي نفتح الابليكيشن. هيطلب منك يقول لك هتكونتينيو بانهي ايميل عندك، فهقول له كونتينيو بالايميل بتاعي عادي. هتلاقي الابليكيشن فتح معاك بالشكل ده. تمام. فانت كل اللي عليك بعد كده خلاص، انت محتاج بس تبعت له الصورة اللي انت عاوزها وتكتب له البرومبت اللي انت عاوزه برضو. فخلينا مع بعض كده نبتدي نختار صورة مثلا، وليكن انا هفتح الجاليري عندي عشان اختار صورة. تمام. خليني مثلا اختار صورة من الصور ديت، وليكن مثلا الصورة دي. اهم حاجة الصورة تكون ملامحك فيها واضحة عشان يقدر ياخد ملامحك ويعمل عليها الصورة اللي انت عاوزها. زي ما انت شايف كده انا حطيت الصورة ديت. هيبتدي يقول لي انت محتاج تعمل ايه على الصورة، فانا هقول له الوصف اللي انا هسيبه لك في الديسكريبشن هتاخده كوبي. طبعا هسيب لك كذا وصف مثلا يعمل لك صورة في الصورة اللي هي الترند اللي هي خلفية حمراء زي اللي انا هعملها دلوقتي. صورة مثلا لو عايز تحط نفسك في الكعبة، قدام الكعبة في الحرم الجامعي، تقدر تعمل كل حاجة. هسيب لك كذا وصف بكذا حاجة، يعني كذا وصف جامد جدا. تمام. خلينا نجرب كده، ودوسنا على ارسال ونشوف هيعمل الصورة بشكل عامل ازاي. خلينا مع بعضينا كده واحدة واحدة ونشوف اللي هيحصل. هنا طبعا هو بيحمل عشان يكريت لنا الصورة. هنستنى لحد ما يخلص ونشوف هيعمل الصورة بشكل عامل ازاي. لو نزلنا تحت كده وبدأنا نبص على الصورة هنلاقي ان الصورة بقت بالشكل ده. طبعا هي ملامحي اتغيرت شوية، بس الصورة جامدة بصراحة، يعني الصورة شكلها تحفة. تمام. طبعا الملامح ممكن عشان بس الصورة اللي انا بعتها كانت الملامح فيها مش واضحة، او تقريبا ممكن يعني عشان الشمس. بس الصورة زي ما انت شايف كده عمل لي صورة جامدة جدا بصراحة، صورة ترند. طبعا طب لو انت عايز نفس الصورة ديت ممكن تغير حاجات في الوصف هنا. يعني مثلا بدل ما تقول له انا محتاج ريد جريدينت باك جراوند، اللي هي مثلا خلينا ناخد كوبي. يعني زي ما انت شايف كده بدل مثلا ريد جريدينت باك جراوند انت كده بتقول له خلفية حمراء، لا انت ممكن تقول له بلو. تمام. وممكن تقول له مثلا بدل الكرسي وبدل مثلا السويت شيرت وايت، لا خليه مثلا بلاك. تمام. ممكن تعدل في كل ده، يعني في تقدر تقرا الوصف او تترجمه على المترجم وتعدل فيه زي ما انت عاوز. خلينا طيب كده نبعت له كده ونشوف اللي هيحصل. طبعا انا غيرت الوصف وبعته له، المفروض ان انا ابعت له الصوره تاني، بس يعني عشان ما اطولش عليكم فخلينا نجرب. زي ما انت شايف كده هو خلالي الخلفيه زرقاء وعمل لي البلو وعمل لي السويت شيرت لونه اسود. وزي ما انت شايف يعني الصورتين جامدين بصراحه، يعني عظمه.
طبعا بقى تقدر تقول له بقى غير لي وضعيتي، غير لي مش عارف ايه، الكرسي اللي انت قاعد عليه ده ممكن تخليه بلون تاني، تقدر تعمل كل حاجه. في وصف تاني بقى يغير لك الباك جراوند كلها، يغير لك الخلفيه كلها، وهسيبه لكم برده في الديسكريبشن. هسيب لك وصف واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، هسيب لك كذا وصف وجربهم كلهم، واعمل بقى الصور اللي انت عاوز، اعمل كل انواع الصور الترند هسيبها لك كلها في الديسكريبشن. لو انت وصلت للنقطة ديت فانت كده يعني من متابعين المميزين. فما تنساش تعمل لايك، وتعمل سبسكرايب للقناة لو انت مش عامل سبسكرايب، وما تنساش زرار الجرس عشان يجيلك اشعارات بكل الفيديوهات اللي بتنزل جديد. وكده انا اكون خلصت، والسلام عليكم ورحمة الله.